اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اليوم جبتكم بوصفة الحريرة. هذه الوصفة سهلة وسريعة تحضروها في وقت وجيز. نبداو مباشرة مع المقادير. هنايا درت هذا الكركة تاع الدجاج وحبة عدسة كاملة درتهم ينشفوا درت انا غير هنا في الطاجين ما استعملتش الكوكوط. علاه درت حبة عدسة كاملة لاني من بعد غادي نزحهم بسرعة ما يطبلونيش، خليهم ينشفوا ونزيد شوية تاع الشحم كمية قليلة فقط باش تقلب معاهم، ونزيد 3 مغارف تاع الزيت خليهم يستقلاو. نقلوهم غاية وبقاو معايا لاخر الفيديو. نديروا الاضافه الاخيره هي اللي تدير الحليبه تعطيها الكوش بارد. نزيد هنايا المغرف ثلاثه تاع الزيت نخليهم يستقلاو، ونزيد الخضر. عندي هنا الجزر ونص حبه علف فقط، ونزيد العود تاع القرفه معاهم ثاني، ونزيد الملح. درت غير نص ملعقه خاطر بين نزيد ندير جامبو، ونخليهم يستقلاو. جربوها هذه الحليبه تجي ولا اروع. نزيدو نص ملعقه تاع طماطم مصبره نخلوها تستقلى معاهم. الطماطم كي نقلوها هذه تاع الطماطم مع الخضر تعطي بنه شابه. نزيدو عاد 2 حبات ولا 2 طماطم. نزيد هنايا الفلفل الاسود مطحون حرور، ونزيد كركم نص ملعقه تاع كركم، ونزيد الفلفله حمراء ثاني حوالي ملعقه. نزيد تاع جامبو دجاج ونشدها مليح، نقلوه مع الخضره. هنا بالنسبه للزعفران درت غير على راس المغرف، يعني كميه قليله. نخلطوهم ونخلوهم يتقلاو. نزيدو هنا الماء يكون ساخن، نمرقو نخلطو بالملعقه. والتيشه هنايا كنت غسلتها وكانت النسخه نديرها في الاول للطيب لي حوالي 3 ملاعق. ما تديلكش الوقت وثاني ما تديش المرقه بزاف من نطيبوها من الاول. نزيدو نديرو الكميه يعني حسب عدد الاشخاص. هنا حتى غطاسي كاع هذه الخضره. ونزيد القزبر والكرافس. هنا هذا السكنجبير كنت نسيت ما درتهاش في الاول، درته الان. سكنجبير مطحون. هنا بعد اللي طابت لي حوالي 25 دقيقه فقط، يعني غير الخضره طيب. نزعت هذيك الخضره اللي درتها وميكسيتها. هنا ميكسيت البصل والزروديه اللفت ما طحنتهش معاهم. بالنسبه للفارينه زدت لها شويه فلفله حمراء وشويه كركم وشويه ليم والماء. نخلطوها بالفوي باش تتحل لنا غايه. نزيد لها هنا شويه ليم. الان هذيك الخضره اللي طحنتها نروحو نزيدوها للحريره. نزيدو غير بشويه ونخلطو دائما بالفوي باش تحرر غايه. وهذا هو هذه هي الاضافه اللي تعطيها بالنزيمه. الكبسه تاع دجاج ولا تاع دجاج نحلوها في شويه مرق مع شويه قزبر مطحون ونخلطوها معاه.
كي نزيدو الخضره وهذيك الكبسه عاد نقعدو نزيدو في الفرينه ونشوفو القوام تاع الحريره، نزيدو يعني حسب الحريره نقعدو نزيدو ونشوفو اذا ثقالت ولا ما ثقالتش. والكبسه كي نزيدوها في الاخير اذا كانت عندك كبسه تاع غرني ولا تاع دجاج ولا دجاجات تعطيها بنه مليحه. هنايا زدت الكرويه، نزيد شويه راس الحانوت تاع الحريره وشويه زريعه الفلفل. هذو هما الاضافات اللي نديروها في الاخير يعطوها بنه ما شاء الله. وتجي يعني حريره كيما تاع ليصال. شوفوا القوام تاعها، وبالصحه والراحه ان شاء الله.